السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كبد وقوانص الفراخ بطريقة حلوة جدا جدا. هتعتمديها، انسي الطريقة القديمة خالص، بجد حلوة جدا خالص وتنفع للكوابد الكبدة التانية. مش كبد الفراخ بس. بطريقة حلوة جميلة وسهلة، مش هتكمل معاكي بجد ربع ساعة وتكوني حضرتيها. وريت اللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. انا معايا هنا كبدة الفراخ والقوانص. تمام، الكمية اللي انت عايزاها. انا عندي هنا كيلو. تمام، وعندي هنا كزبرة وكمون وملح وبهارات الكبدة اللي هتلاقيها عند العطار او ممكن تشتريها جاهزة. وعندي كزبرة وفلفل رومي وقرن واحد بس وهريسة شطة وثوم. تمام. انا هبدأ هنا اقطع القوانص. انا لازم تكون معاكي مقص بتاع مطبخ، اسهل بكتير من السكينة. يكون قص مطبخ مخليه للاكل بس. هتبدأ تقطعي القوانص دي على 3 قطع عشان هي بتاخد وقت معانا في السوا. تمام، او 4 على حسب، لو هي كبيرة هتقطعيها على 4، لو هي صغيرة هتقطعيها على 3. تمام، لان معروفة القنصة بتاخد وقت في السوا عن الكبدة. تمام. وما تشيليش الابيض اللي هي الدهون اللي عليها دي، بجد لا، هي بتديها طعم حلو خالص، ما تشيليهاش، سيبيها. اهم حاجه تكوني غسلاها كويس. بجد حلوه خالص، هتجربيها ان شاء الله باذن الله، تعتمدي الطريقه. هنعملها مع بعض بطريقه حلوه بدقه كده. وتنفع للكبده التانية، كبده الجاموس. هتبقى حلوه خالص برضو. انا ببدا اخلص كميه القوانص الاول. تمام، كلها، وبحطها على جنب. وببدا برضو اقطع الكبده نفس النظام برضو، نصين او 3، يعني بسيبها كبيره ما بقطعهاش صغير خالص. هنا كده كنت خلصت كميه القوانص. ببدا اقطع الكبده برضو. هي بتبقى عباره عن فصين. انا كل فص بقسمه نصين، يعني كانها على 4 بس لو هي كبده كبيره. لو هي كبد صغيره بتعمليها على نصين بس. انا عشان كانت اللي معايا هنا طبعا انا ببقى مجمعاها من فراخ، ففيها صغير وفيها كبير، فالكبيره بقطعها على 4 والصغيره بقطعها على نصين بس. يعني مش بخليها صغير، لا، بخليها قطع كبيره يعني. تمام. بجد طريقة حلوة وسهلة، بجد مختلفة حلوة. ان شاء الله بإذن الله تعتمدي الطريقة. يعني هي بقت إدمان بجد الطريقة دي يعني. أنا هنا كنت خلصت كمية القوانص والكبد. أنا بعد كده أنا كنت حاطة في الطاسة. أنا هنا دي البهارات بتاعتي اللي هي الكزبرة والملح وبهارات الكبدة والكمون وهريسة الشطة، كله ده هضربه في الخلاط في الكبة أو في الخلاط وبركنهم على جنب لحين استخدامهم. تمام. ومعاهم ربع كوباية من الزيت، يعني بضرب كل ده مع كوبايه ربع من الزيت. انا هنا كنت ضربت الخلطه اهي. هي بتبقى خشنه كده خلاص، وبخليها على جنب لما استخدمها. انا هنا ببقى حاطه في الجريلا او الطاسه معلقتين سمنه كبار او زبده اللي عندك. خلاص، ممكن سمنه وعلى زبده وممكن زيت على زبده. تمام. وبعد كده بنزل بالقوانص الاول، ببدا احمر فيها شويه، وبحط لها من البهارات برضو. يعني ما تحطيش اي حاجه دلوقتي خالص، ولا ملح ولا اي حاجه خالص. انت بس كل اللي بتعمليه ان انت بتنزلي القوانص شويه، تاخد تحميره كده في الزبده او السمنه لغايه ما لونها تتغير وتحس ان هي يعني دخلت في السوا او شبه استوت. يعني هي بعد شويه هتلاقي لونها اتغير وتحمر. تمام. انا هنا برضو كنت هنا برضو يعني كنت هسيبها برضو شويه، يعني توصلي للمرحله دي. انا عايزاها المرحله دي ان هي تبقى متحمره معاكي، وهي خلاص هي ممكن يعني تتاكل. بنزل بعد كده بالكبد، لان هي الكبد ما بتاخدش 3 دقايق على البوتاجاز وتلاقيها استوت. انا لغايه دلوقتي ما حطيتش اي بهارات خالص، ولا تحطي اي بهارات. انا مش عايزه احط اي حاجه دلوقتي. ببدا احمرها برضو لغايه ما هي برضو كل الكبد تتحمر معايا وتاخد لون حلو. وهنا كده انا يعني مش هحطها على البوتاجاز كتير، بجد 3 دقايق ولا 4 دقايق، لان انا عندي القوانص كانت استوت. هنا برضو لسه شويه، سيبها شويه يعني، وما تقلبيهاش كتير عشان الكبد ما تتهريش معاكي، يعني كل شويه كده تقليبه صغيره. خلاص كده هنا كانت استوت معايا، وبحط بقى الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. بجد هتخليها حلوه جدا. الخلطه دي فيها الملح وفيها الكزبره وفيها الكمون والثوم ومعلقه هريسه شطه صغيره، ومش هتبقى مشطشطه قوي ما تقلقيش. ما عندكيش هريسه شطه ممكن قرن فلفل.
وفلفل رومي ضربناه برضو، وربع كوبايه زيت. كل ده ضربناه في الكبه، وبنزل من على معلقتين او 3 على الكبده. وبعد كده تبقى خلاص بقى تقدميها بقى بالطعم ده بالشكل ده. بجد طعمها حلو جدا جدا. ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تقدمي معاها رز، مكرونه، سلطه طحينه. بجد طريقه حلوه وسهله، والطعم مختلف وحلو خالص. جربيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.